في زحمة البرفانات اللي بتطلع وتختفي، في روائح بتيجي كده تمسكك من ياقة قلبك وما بتسيبكش وتفرض حضورها من غير ما تستأذن. عود مراكوجا مش مجرد عطر، ده حالة، ده حضور طاغي وامتحان صريح لذوقك وشجاعتك. خليك معايا لآخر الفيديو عشان تعرف كل حاجة عن العطر ده، ولو أول مرة تشوفني اعمل لايك وسبسكرايب وشير وفعل الجرس. السلام عليكم. عطر عود مراكوجا من العطور اللي تحولت لظاهرة حقيقية في عالم البرفانات. عطر مسك مجتمع العطور من قرونه في السنوات الأخيرة. صدر سنة 2023 بتوقيع العطار الفرنسي جودي فرنانديز عطار شركة جيفودان، ومن أول ما نزل وهو حديث النقاشات والترندات والريفيوهات في كل حتة، وكان على العطر ده كمية هايب رهيبة. وبرغم من محاولاتي إني أسيب الحكم المسبق على جنب واكتم صوت الهيتر اللي جوايا، بس لما عطر يعمل ضجة زي دي كان لازم أجربه بنفسي. وفعلا اشتريت عينة أو سامبل من سنة، وكان حب من أول شمة. ومن ساعتها وأنا مستني بصبر أي خصم كده محترم يخليني أحط الإزازة على إيدي من غير أي تردد. وهو ده عطر عود مراكوجا من دار كريفيلي. والعطر ده طبعا اكستريت دي بارفام، والنوتات العطرية هنا غنية ومتداخلة، يعني احتمال ما تعرفش تجيب كل النوتات دي على أنفك، لأن في بعض النوتات بتبقى طاغية بصراحة. فعندك في العطر ده الباشن فروت والجلد، العود، الزعفران، أخشاب الأكيجالا، البنزوين، اللبدانم أو اللادن، ورد تركي، باتشولي، وفانيليا. الغطا طبعا مش مغناطيسي، وعندك هنا اسم كريفيلي، هاوس كريفيلي أو ميزون كريفيلي على الغطا، بس الإزازة تقيلة والغطا تقيل. إزازة كده لونها أزرق غامق وشفافة، يعني هتشوف الجوس اللي جوه. ودلوقتي هرش العطر على إيدي. عطر عود مراكويا بيفتح برائحة جلدية عنيفة بتشبه البنزين، ريحة كده بتشبه افتتاحية عطر أومبري نوماد اللي هو الجلد أو العود اللي هو البنزيني. يا خبر أبيض، حاجة قمة الجمال. ولو إن يقال إن عطر أومبري نوماد فيه نسبة بسيطة من العود الحقيقي، بس هنا العطر ده مفهوش عود حقيقي خالص، يعني مفيش أي دليل إن العطر فيه عود أصلا. فالافتتاحية دي بحسها كده إحساس خام وقوي جدا. وفي رأيي نوتة الزعفران هي اللي بتدي الطابع الجلدي، وبيستخدموا طبعا الزعفران في عطور جلدية كتيرة جدا، لأنه من النوتات طبعا ما بيستخدموش جلود حقيقية، فبيستخدموا الزعفران بعدة أنواع. يعني عندك السافرالين، سافرون، أبسولو، في كذا نوتة عطرية بتحاكي الزعفران. مش عارف إذا كانوا معمولين من الزعفران الحقيقي ولا لأ، بس دي بيستخدموها في أغلب عطور الجلدية. فهنا الزعفران واضح جدا، أو الجلد اللي هو الجاسولين أو ريحة البنزين دي، بعكس عطر أومبري نوماد اللي أخد مني فترة عشان يعجبني. العطر ده عجبني من أول شمة. عطر أسهل، عطر مرن أكثر، يعني استخداماته أكتر. وأومبري نوماد بحسه عطر أغمق شوية، داكن أكتر من العطر ده، ولو إن في تقارب كبير بين العطرين. هناك عندك الرازبري حتى مش واضحة نوتة التوت الأحمر، هنا عندك الفواكه يعني موجودة، بس بعد 10 دقايق 5 دقايق هتلاقيها بتبقى طاغية، يعني موجودة بقوة. وخاصة المدام بتقولي لما رشيت العطر هي مش شامة ريحة عود
ولكن السياج أو الفواحان بتاعه اللي هي شمته كانت ريحة جلد مع فواكه. حاجة قمة الجمال والفخامة. وأنصح إنك لو بتحب العطور زي إيربا بورا وحسيته أنثوي زيادة عن اللزوم، ده مع إنه معمول للجنسين ولكنه في النص بالظبط، فده مش هيبقى مائل كده ولا كده، عشان فيه نوتات فاكهية مع النوت البنزين الجميلة. على فكرة وأنا صغير كنت دايما بحب ريحة البنزين. فبجانب الريحة اللي هي الزعفران دي، بتلاحظ اللي هو الخليط بتاع اللي هو الفاكهي مع الورد، بس الورد خفيف، الورد صوته مش عالي، الورد كده موجود كده عشان يقلل من حدة الزعفران أو الطابع الجلدي، حتة الأنيماليك اللي الناس بتقول عليها. يعني بصراحة الناس دي فرافير. الأنيماليك هنا ضئيلة جدا، يعني أنا بشمها بشق الأنفس، والفواحان بتاعه مفيش ريحة أنيماليك خالص. لو بتخاف من العطور الأنيماليك والكلام ده، لا ده مش كده خالص. وحتى في عطر بيشابه العطر ده جدا جدا جدا، والعطر التاني ده الطابع الفاكهي بحسه أكتر. العود اللي هنا ريحة البنزين بحبها أكتر، فبحس إن ده أفخم، بس الحتة الفاكهية يعني متشابهة شوية إلى حد ما. بس هناك مع الباشن فروت في عندك مانجا، هنا عندك الروز أو الورد بجانب الباشن فروت. طبعا لو بتحب الطابع الفاكهي أكتر فأنصحك تجرب العطر ده برضو، عطر جميل جدا. وعلى فكرة أداؤه برضو جبار، اسمه باشن فروت من دار فوجيزي. فريحة الباشن فروت زي ما قلت لكم هنا واقعية، باشن فروت فريش، باشن فروت بحسها مش عامل زي عطر توني ايومي مونكي سبيشال. ده الافتتاحية بتاعته كان فيه الروم مع الباشن فروت، بس الباشن فروت هناك عامل زي زبيبة الباشن فروت، حاجة كده دراي جافة وتحسها كده دبلانة، حاجة غامقة شوية. هنا الباشن فروت فاتحة وفريش ولسه مقطوعة، حاجة قمة الجمال. والبنزين إدمان يا جدعان، ده من العطور اللي أول ما ترشه على إيدك مش هتعرف تبطل تشمه. فحاجة فيها الإدمان بصراحة. ريحة الفاكهة، الجلد مع العود اللي هو المساند، والعود أكوردز اللي هنا يعني عطر ما بياخدش وقت طويل في التدرج بتاعه. بحسه يمكن تقول عليه خطي أكتر، لأن التدرج بتاعه بيبقى سريع شوية، وبعد كده بيفضل معاك ريحة الباشن فروت مع الراتنجات أو الروائح الصمغية مع العود أكورد الخفيفة بجانب طبعا الجلد. فالعود اللي هنا العود صناعي من النوع اللي هو العود النظيف، العود مش العود بتاع الجبنة، مش العود بتاع اللي بيقولوا عليه رائحة أنيماليك حيوانية. فعندك العود أكورد اللي موجودة هنا هي خليط بين اللبدانم مع الأخشاب الأكيجالا. والأخشاب الأكيجالا بيستخدموها زي الناجر موثا أو السيبريال كبديل للعود. وانا بحب اعشق العطور اللي فيها السيبريول اصلا، فزي عطر سيلفر عود وعطر الوعد. وهنا ما عندكش سيبريول، بس عندك الاخشاب الاكيجالا مع اللبدانم اللي هو الصمغي، ريحه كده صمغيه دخانيه خفيفه. يعني ما فيش هنا ريحه دخانيه تقيله زي الاخشاب الجايك وكده، بس هنا في ريحه دخانيه خفيفه جدا. العود أكورد هنا يا جدعان بصراحة لا يعلى عليه، حاجة قمة الجمال. وفي كمان في الخلفية النوتات العنبرية، ولو كنت هخمن كنت أقول ريحة الأمبراسينايد. ريحة دي عنبرية ديفيوزيف قوي، يعني فوحانها رهيب وبتدي طابع سموكي، وده
ينفع يبقى بجانب الأخشاب الأكيجالا مع اللبدانوم تعمل كده العود أكورد، فطبعا بجانب الفانيليا والبنزوين. فعطر بصراحة التوليفة حاجة قمة الجمال، قمة الفخامة، حاجة يعني أنا بصراحة أنا بشوف ناس بتعلق وبتقول إن العطر ده قوي زيادة عن اللزوم ومزعج والكلام ده. مش عارف، أنا الناس دي يمكن بتكون بتستحمى بيه، ولا يمكن ما بتحبش ريحة العود اللي هو البنزين اللي موجود في برضه في عطر أمبري نوماد. بس أنا بصراحة عجبني جدا، فبحب جميع أنواع العود. فالعود البنزين ده ما زلت بحبه جدا. شميت عطور فيها عود حقيقي زي عطر القمر والحاجات دي، عطور جامدة جدا، بس ده عجبني جدا بصراحة. فالنتيجة العطر سهل، عطر ناعم، عطر محبوب، مفيش ناس كتير هتختلف عليه. والنوتات التقيلة اللي فيه تحسها كده متوازنة بالفواكه الباشن فروت مع الورد. أداء عطر عود مراكويا 10 ساعات على الأقل، وأنا طبعا كونسرفتيف لما بقول لكم على أداء العطور 10 ساعات على الأقل، مع إني بشمه أكتر من كده. وفوحانه ساعتين محترمين يعني زي الفل، هيعبق الأوضة، وأي حد هتعدي من جنبه هيشم الريحة. عطر عود ماراكويا، عطر للجنسين، يونيسكس محترم، عطر يصلح للأجواء الباردة، فيرساتايل، ما احسش إنه مناسب للاستخدام اليومي، لأن بحسه عشان أولا سعره غالي، فطبعا ما يصلحش للاستخدام اليومي، وكمان بحسه كده شيك زيادة لأنه يبقى عطر يومي. فقولوا لي رأيكم إيه في عطر عود ماراكوجا من دارك ريفالي. عطر جميل جدا، عطر قوي جدا. فقولوا لي رأيكم في التعليقات إن شاء الله. وإيه أكتر عطر بتفضلوه من الدار دي؟ أنا عندي عطرين اوريدي يعني أدائهم بصراحة نووي، عشان كده هبقى أستثمر في أزايز تانية من الدار دي. فتنصحوني أجرب أنهي عطور من دارك ريفالي؟ ولو أول مرة تشوفوني اعمل لايك وسبسكرايب وشير وفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.